من جوايا قلت ان الحمد لله طلع المشهد نادي الزمالك بعيد عنه، لان كان ممكن يبقى مشهد وحش جدا جدا كابتن جمال لكرة القدم المصرية، وكانت ملايين من الوطن العربي، وكان ممكن تحصل يعني مش عايز اقول حاجة اكبر من كده، مش عايز اقول اللفظ، لكن كان ممكن يعني يحدث ما لا نحمد زي ما بنقولوا مصيره بعد هذا اللقاء. صح؟ هو باتشيكو لخصها. بسم الله الرحمن الرحيم. هو يعني مش عايزين نعمل حلقة، هو باتشيكو قال الحلقة كلها، لخص الحلقة كلها بالكلمتين دولت. يبقى كل التحية ونرفع القبعة للمستشار مرتضى منصور ومجلس ادارته ان هو ما اشتركش في التمثيليه الهزليه ديت، ان هو عارف ان حق الزمالك وكرامه الزمالك اهم بكتير من تاخد كاس ولا تلعب ماتش ولا بتاع. فطبعا كل التحيه ليهم. عايز بس اتكلم في موضوع مهم جدا. اسلام صادق مش عارف بقى هيجيبوه بتاع البوست اللي عمله، قال ان حصل تواصل بين النادي الاهلي واتحاد الكوره فيديو وقالوا لهم ايه انتوا عايزين حكم مين؟ قالوا له عايزين بنا. والمعلق النهارده الكابتن مدحت شلبي بيقول ان اتحاد الكوره، بص بقى الكلام متناقض جدا، ان اتحاد الكوره كان مصمم، هو اللي مصمم يعين البنا عشان بطوله مهمه هو هيحكمها بعد الماتش دوت، فيه هو مرشح لماتش مهم هيحكمه بعد المباراه ديت، فلازم الناس تتفرج عليه ويقولوا ده بص حكم سوبر لماتش الزمالك والاهلي، فالزمالك اعتذر يبقى بيراميدز والاهلي، فلازم الناس اللي هتشوفه يقولوا فعلا حكام مصريين بيحكموا ماتشات قويه جدا جدا بره البلد. بعد المشهد اللي انت قلته اللي السوشيال ميديا كلها مصوراه ضربه وهو في النص بيتضرب معاهم وركب وزيطه وناس وقعوا، طب ده المفروض كان في اي حاجه احمر، بس اي حد احمر. ده انا اتضربت والمساعد ده احنا لو جبت الصوره المساعد لما اتزق بعد عن الخناقه خالص، ده يعني خرج بره بعد عن الخناقه. يا عم انا هتضرب ولا ايه؟ بص لا ده في صوره كده هو في وسطهم دلوقتي، ده في مساعد المساعد اللي هو هنا راح هناك ناحيه الاعلانات وقال لا السوشيال ميديا كلها مصوراه، قال انا هتضرب في وسطهم ليه؟ وركب اتضربت وضرب في الوش. الاغرب رغم بص بعد ده ما فيش ولا مخالفه ولا حد خد انذار ولا كارت احمر. المشكله ان ما بين ضربه الركبه والمساعد ده او الحكم، انا مش عارف ده حكم ولا المساعد، ده ده المساعد ولا الحكم يا جماعه؟ المساعد اللي بص الركبه باينه ازاي والنبي يعني. لو تقدر تقرب لي الكادر بعد اذنك يا مدحت، هو شايف كويس جدا اللي فتح الطريق للدفاع بكهرباء ومحمد شريف ياردتين، ده ياردتين وما قالش حاجه. طب بلاش هاتوا لنا بقى الصوره بعد اذنك يا كريم اللي هي بتاعت الستادز في كتف ورقبه اللعيب. مفيش فار، انت مش شايف انت ازاي ده يحكم ماتشات جامده؟ ازاي يحكم ماتشات مهمه؟ اهي اللقطه دي ايه دي بقى؟ انا عايز اعرف ايه دي ايه؟ يعني انت مش شايف، انت حكم هتقول لي زاويه الرؤيه، طب مفيش فار، طب مفيش فار. ده شيكا ده بن شرقي مره بن شرقي مره عمل كده غصب عنه وهو مش شايف بيعمل كده، اتطرد في ساعتها وخد 8 ماتشات مش عارف ولا 4 ماتشات. ده انت مش شايف دوت وهو بينط بكل قوته بالاستفزازات ممكن يديله، مش شايف الركبه ديت بتاعه الشناوي وانت واقف على بعد. بص ده بص قربها، انا بشكرك جدا يا مدحت. ده بص لها، بص ده باصص